ملك ملوك أفريقيا اللي بالأمس داق طعم الموت، العوافي عقيد. العوافي، خبرنا بداية شو حسيت امبارح لما أول رصاصة اخترقت جسمك؟ بصراحة انوجعت وجع مؤلم. أنا ضد القتل برصاص. كيف يا عقيد؟ ما أنت قديش مقتل ناس برصاص؟ لا، أنا ما كنت أقتل أحد برصاص. خذ مثلا طائرة اللقربي، نعم، فجرتها في الجو، ما حد حس أو شعر كيف مات. مصراتة مثلا، نعم، ما حد بمصراتة شعر بألم. كان الصاروخ يهبط من الطائرة على المنزل، وبجزء من الثانية يختفي المنزل وسكان المنزل، ما حد يقول آخ. أنا كنت أحترم من أقتل. يعني امبارح شعرت بالإهانة والذل؟ طبعا، أول إهانة لما دخلت المجارير. أنا ملك ملوك أفريقيا أدخل في مجرور؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. بس ما أنت تسببت لكتير مواطنين ليبيين أنهم يعيشوا بالمجارير تيهربوا منك. صحيح، لكن هم ليسوا ملك ملوك أفريقيا. أما الإهانة الثانية فكانت حين أمسكوني الثوار. يا عيب الشوم، هكذا يمسكون ملك ملوك أفريقيا؟ ما حد منهم قال لي كيف الحال يا عقيد؟ ما حد منهم سألني أنا بشرب قهوة أو عصير؟ إيش يقول هذا الشعب الجاهل الأمي؟ شعب لم يقرأ كتاب الأخضر. لكن يا حضرة العقيد، حضرتك لما كنت حاكم ليبيا ما كنت تترك رجالك يعاملوا المعتقلين بهالأسلوب؟ لا 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 لا، أنا مرة أذكر كان في أكثر من 1000 سجين سياسي تمردوا على قرارات السجن ونظامها. نعم. فأعطيت أوامري بتصفيتهم كلهم وهم نيام. قلت للعسكر حين ينامون تفتحون لهم الغاز، وبالفعل قتلت 1200 سجين بطريقة راقية دون أن يشعر أحد بالذل والإهانة. طيب عقيد، شو بتوجه نصيحة للحكام والقادة السياسيين العرب؟ هؤلاء ليسوا بحكام ولا قادة ولا سياسيين. أنا ملك ملوك أفريقيا وعميد القادة وقائد الثورة، وانتهيت مثل الجرذان في قصد المجنون. هم وش نهايتهم؟ هؤلاء دمى مثل الدمى عندك في الديمقراطية يا أستاذ شربل. طيب خبرني عن الموت. الموت حلو أو بشع؟ الموت أحيانا حلو وأحيانا بشع. الموت الحلو كيف بيكون؟ الموت الحلو والجميل عندما يموت الإنسان ويرحل ليرى أنه موجود مع مارلين مونرو والليدي ديانا وإلفيس بريسلي. طيب وحضرتك وين رحت؟ أول باب فتحته بعد ما قتلوني شفت صدام حسين. فتحت ثاني باب شفت بن لادن. فتحت الثالث شفت هتلر. بنكتفي بهالقدر من الحوار مع العقيد معمر القذافي. تابعونا بعد الإعلان مع الدكتور